يلا نعمل احلى كيك كريم كراميل بمقادير كلها سهله وبسيطه. هتطلع معاكم هشه وطعمها خطير بجد، من احلى الكيك اللي هتجربوها ومش هتبطلوا انكم تعملوها، لذيذه بشكل مش طبيعي. يلا نبدا. اول خطوه هنحط كوب من الحليب، كوب من السكر، كوب الا ربع من الزيت، معلقتين كبار لبن بودر، باكت كريم كراميل. هنضرب كل المكونات دي كويس جدا مع بعض لحد ما نتأكد ان السكر داب. هنشيل كوباية من الصوص على جنب. بعد كده هنكمل باقي المكونات. هنحط 2 بيضة ومعلقة صغيرة من الفانيليا، هنضربهم كويس. وبعد كده هحط كوب ونص من الدقيق متعدد الاستخدام، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ورشة من الملح. هقلب بقى المكونات دي كويس جدا مع بعض لحد ما نوصل للسمك ده. بعد كده هحضر الصينية اللي هحط فيها الكيك، هدهنها بمعلقة كبيرة من الزيت من جميع الجوانب، وهنزل بخليط الكيك هفرده في الصينية بالشكل ده، وعلى فرن سخن درجة حرارة 180 الرف الوسطاني لمدة تلت ساعة لنص ساعة. بنعمل لها اختبار بالاستك من النص، بتطلع معانا نظيفة كده. الكيك بتاعتنا بتكون استوت. هحط بقى معلقتين لبن كده على الوش، الكيك هتتشربها على طول. هخرج الكيك على طبق، وبعد كده هجيب الصوص اللي احنا كنا شايلينه هحطه بقى على كل الكيك. وبعد كده باكت الكراميل هحط على الكيك بطريقة عشوائية بالشكل اللي قدامكم ده. وهجيب كمان ستيك همشيها بالشكل ده. شايفين؟ خطيرة بجد، طعمها وهمي وهشة جدا. هنقطع بقى الكيك بتاعنا، حاجة بقى اخر لذاذة كده من الاخر. لازم بقى كلكم تجربوها، مقاديرها سهلة وبسيطة، مفيش ابسط من كده. والطعم بقى حكاية. اسرع كيك هتتعمل وتتاكل في نفس الوقت، تحفة. هستناكم بقى تجربوها وتحكموا بنفسكم. هستنى الكومنتس بتاعتكم. باي باي.